منذ عام 2011 بدأت تبرز قضية المياه كأحد أهم التحديات للسكان المدنيين بعد أن استخدمتها أطراف الصراع أداة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية واقتصادية. المؤشر العالمي لمخاطر الصراع لعام 2022 اعتبر أن سوريا أكثر البلاد عرضة للجفاف في منطقة البحر المتوسط، وحذرت الأمم المتحدة من زيادة في الطول والشدة لموجات الجفاف بالمنطقة في ظل تحول الحصول على مياه صالحة للشرب إلى تحد لملايين السوريين. في مناطق سيطرة النظام بدأت الينابيع والبحيرات في الجنوب السوري بالانحسار التدريجي منذ صيف عام 2017. جفت بحيرة المزيريب بشكل كامل في 2020، كما جفت بحيرة زيزونة وشلالات تل شهاب جفافا موسميا في فصل الصيف. انخفض منسوب المياه في المسطحات المائية والينابيع والأنهار والآبار بمناطق شمال غرب سوريا، سواء التي تسيطر عليها حكومة الإنقاذ في إدلب وريف حلب الغربي أو بمناطق سيطرة الحكومة المؤقتة بريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي تل الأبيض ورأس العين. لا يعتبر الواقع أفضل حالا شمال شرقي سوريا مقارنة بمناطق السيطرة الأخرى، إذ يتهم مسؤولو الإدارة الذاتية وتقارير أممية ومنظمات إنسانية تركيا بخفض مستويات المياه من الفرات إلى سوريا، وهو ما تنفيه أنقرة باستمرار. تشير الدراسات إلى أن سوريا مقبلة على أوضاع سيئة في قطاع المياه جراء الجفاف والحر. تحدث موقع فنا عن توقعات بأن يتم استنزاف 5 أحواض مائية في سوريا، هي برد والأعوج، العاصي، السهوب، دجلة والخابور واليرموك. ويبلغ متوسط نقص المياه 1,727,000 متر مكعب سنوياً، وسيصل إلى 6,200,000,000 متر مكعب في عام 2050 بسبب الاستهلاك المتزايد وسوء إدارة الموارد غير المتجددة، إلى جانب النمو السكاني والاقتصادي.